ماي channel. فيديو اليوم راح يكون عن هذا اللوك ادري حده ثقيل، مو شرط بنات ترى تطلعون فيه. المهم قبل لا نبلش باي شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب حق القناه، تضغطون على هذا الزر، وبعدها اذا حابين يوصلكم اي شيء جديد من قناتي تضغطون على هذا الزر، زر التنبيه، لانه دائما اخصص اول 3 ساعات من الفيديو ارد فيها على كل تعليقاتكم، فضغطوا هذا الزر عشان ما يطوفكم ولا شيء وتكونوا من اول المعلقين عشان اقدر ارد عليكم. اوكي، اما الحين مع فيديو اليوم. فيديو اليوم ادري انه حده ثقيل، بس الفكره وراء الفيديو ان استخدمت هذه الحمراء حق الاي شادو والحمراء. ابي بنات تكنيك الحمراء على العيون شيء مو صج، يعني صج خلاص راح اتم اسوي هالحركه. وبخصوص اخر فيديو ابي بنات حبيت مشاركاتكم تعليقاتكم، يعني كميه الحماس اللي جتني والله. انا اصلا حبيت شكلي اكثر يعني بالميك اب الخفيف. اوكي يعني صدق مشكورين والله، يعني ما في كلمه توصف الفرحه اللي وصلتني الاسبوع اللي طاف. وجتني تعليقات يقولوا لي ابي لو جاي نشفيت صرتي تحبين الميك اب الخفيف. فهذا الفيديو عشان اثبت لكم ان انا نفسي رجال للحين ما تغيرت، احب الثقيل واحب الخفيف. فهذا اللوك حلو حق بناتي تبي تتحدى نفسها بالوان غير الالوان الترابيه بليز. انزين، وحلو بعد اذا تبون حتى تغيرون لون الحمرة، مثلا برتقالي، اسود، ازرق، فبليز وروني ابداعاتكم خل اشوف. بس ما بيطول عليكم بنات، متابعة ممتعة مع الفيديو. اول شيء بلشت حضرت الجفن، حطيت له الكونسيلر وثبتته بلوز باودر، بعدها استخدمت هذا الاي شادو من إيلا ماسكا. على فكرة انا حيل احب شادوات إيلا ماسكا، تطلع بشكل مو طبيعي وثابته. حطيت هذا اللون البرتقالي عشان يصير لي ترانزيشن كلر، يسهل لي دمج اللون. الحين راح استخدم هاللون من لايم كرايم مع هذه الفرشة. اصدمكم هذه الفرشة من وين؟ هذه من باليت انستازيا، عجيبة بنات فرشتها. حطيت من الحمرة على جفني وطبطبت، اهم شيء ابي اللون يكون واضح على الجفن المتحرك، وبعدها قلبت الفرشة ودمجت. بنات لايم كرايم حق عيون تجنن، بس للأمانة ما حبيتها حيل على شفايفي، بس أنصحكم بألوانها، يعني ألوانها حيل حلوة، ما حصلتها بماركات ثانية. الحين خذيت بالفرشة من الحمرة وحطيت على الكسرة لأن أبي أغمج الكسرة عشان تتغور عيني أكثر، ومشيت بعد تحت العين. الألوان بصراحة قوية، بسرعة تطلع وبسرعة تندمج وتعطيني لوك نظيف. الحين قلبت الفرشة وكملت دمجت، يعني طاعوا مو بسرعة تنشف، بالتالي بسرعة تسهل الدمج. وتميت ادمج لمن تروح التكتلات هذه ولمن يكون ناعم وكل شيء مدموج مع بعض. ورديت دمجت اللي تحت العين، نظفت الفرشة ورديت دمجت. لازم يكون يمكم فوطة كل شوي تنظفون فيها الفرشة. الحين رديت خذيت من هذا اللون البرتقالي، يمكن شوي تنصدمون شكل برتقالي بالوردي، بس بنات يعطيني فينش مو صج. شوفوا شلون الفينش، تحسون الألوان كلها شي مدموجة مع بعض. الحين راح استخدم هذه الإضاءة من إيلا ماسكا. تدرون أنا ايش كثر أموت على هذه الإضاءة. على فكرة هذا الشادو حلال فيه كل فلز، لأنه حتى يصلح على الخدود وإضاءته مو صج. والحين راح استخدم هذا الشادو من إيلا ماسكا. لمعة شادوات إيلا ماسكا شيء ما صار، وكلهم بنات متوفرين بالبوتيك، وإن شاء الله راح أنزل لكم بعد ألوان أقوى بالبوتيك. حطيته على الجفن المتحرك وحطيته بعد تحت عيني. الحين راح استخدم هذه الماسكرا بوش اب دراما من ميبلين. أحبها حق الرموش السفلية لأن أنا حاطة رموش مبوزة، فبعد أبي رموش السفلية مبوزة، فهذه الماسكرا تخلي لي رموش مبوزة. استخدمت هذه الرموش اسمها موناكو من ليلي لاشز، تهبل اذا انتم مو حاطين ايلاينر، وعجيبة على اللوك هذا اللي السموكي الوردي. والحين راح استخدم هذا القلم اسمه كولوسال كاجال من ميبلين، رسمت فيه المدمع عشان احدد عيني. وراح استخدم هذا القلم حيل حلو لونه من دييغو دالا بالما رقم 48. وعلى فكرة هو والرموش موجودين عندي بالبوتيك. الحين شطفت الباودر طعوا ولا شيء طلع. والحين راح استخدم هذا البرايمر حق الشفايف، لانه بصراحة لايم كرايم تنشف شفايفي، فطول الوقت ترى كنت حاطته عشان يرطب شفايفي، وحطيت فوقه الحين الحمرة.
والحين راح استخدم هذه اللمعة من لايم كرايم، مو صج اللمعة. يعني شفتوا العلبة شلون صاير شكلها بالضبط، قاعد تعطيني نفس اللمعة بس على خدي، حبيتها. والحين راح استخدم هذا الكونتور من ذا بالم، استخدمت هاللونين بنات، كديته كد. هذا الكونتور يجنن حتى حق العيون، موجود بالبوتيك، وهم راح اكتب لكم اسمه حق البنات. وبكذي خلصنا اللوك، ان شاء الله عجبكم بنات. لا تنسون تسوون سبسكرايب حق القناة، اشتراك، وتسوون فولو بالانستغرام بالسناب شات، راح احط لكم كل هذيلي تحت بالديسكربشن بوكس، فطالعوا الديسكربشن بوكس لانه بعد حاطه فيه كل هالمنتجات اللي استخدمتها. وعلى فكره اغلب المنتجات هذه راح تحصلون بوتيكات، وراح احط لكم رابط بوتيكات تحت. وحق البنات اللي ما عندهم بوتيكات هم راح اكتب لكم اسم المنتجات نفس ما هي بالسوق. وان شاء الله ان شاء الله يا رب يفتح عندكم بوتيكات، لان بوتيكات مو فاتح الا بس بدول الخليج. انزين شنو بعد بقول؟ بس اتوقع بس هذا كل شيء. ثانك يو بنات فور واتشينج، احبكم ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.